السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي. النهارده هنعمل شويرك. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه عندي هنا كوبايه لبن دافيه. دلوقتي هضيف عليها نص الكوبايه سكر، وهضيف بياض بيضه. احنا مش عايزين الصفار، عايزين بس البياض. فيك تضيف البيضه كلها، بس انا سبت الصفار عشان ادهن فيها شويرك. هركنه على جنب. دلوقتي هخلط المكونات مع بعض، اللبن مع البياض البيضة مع السكر. هضيف ظرف خميرة او معلقة كبيرة خميرة، ونص المعلقة الكبيرة بيكنج باودر. انا ضفت برضو ظرف فانيليا. دلوقتي عندي هنا نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق حوالي 4 كوبايات الا معلقتين كبار. هضيف الدقيق ورشة ملح، وهبدأ اعجن. انا سبت الكوباية الرابعة، اذا هضيفها بالتدريج. دلوقتي هبدأ اعجن فيهم. هضيف الكوباية الرابعة، كده العجينة صارت معي جاهزة. دلوقتي عندي هنا ربع الكوباية زيت على زبدة. فيك تضيف الكمية كلها زيت، وفيك تضيف الكمية كلها زبدة. الزبدة بحرارة المطبخ. دلوقتي هبدأ اعجن فيهم. هكمل عجن فيها على الرخامة. العجينة دي عايزة عجين كويس. هنضل نعجن فيها حوالي 5 دقايق او 10 دقايق عشان تطلع العجينة معانا حلوة. دلوقتي بعد ما عجنتها، دلوقتي هسيبها لحد ما تتخمر حوالي ساعة. بصوا العجينة زي ما لمسها معايا. دلوقتي احطها في بولة واغطيها في ستريتش واسيبها حوالي ساعة. وبعد ساعة بعد ما اتخمرت، دلوقتي هقطع العجين حوالي 10 قطع. والصفار البيضة دي احط لها ظرف فانيليا وحوالي معلقتين لبن، وهخلطهم. هنبدأ تشكيل بالعجين. دلوقتي اول حاجة نعملها كده على شكل شريط طويل، وبعدين نبدأ نلف فيها. والعجينة دي الأخيرة هنحطها تحتيها بس كده. دلوقتي هنسيبها تتخمر تاني. هناخد عجينة تانية ونبدأ نشكل فيها. دلوقتي هشكلها كده. دلوقتي العجين بعد ما اتخمر سبته حوالي ربع ساعة لنص ساعة في الصينية تاني. دلوقتي هدهنه في صفار البيضة، ولو ما كان دافي عندك ممكن 10 دقايق هتلاقيه انتفخ معاكي. دلوقتي هرش عليها سكر العادي. دلوقتي هدخلهم الفرن درجة حرارة 200، الحرارة من تحت، لمدة 20 دقيقة، او لحد ما ياخدوا لون من تحت، وبعدين نشغل عليهم الشواية لحد ما ياخدوا لون من فوق. ده شكلهم بعد ما خرجتهم من الفرن. بتمنى تجربوهم يعجبوكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.